أعضاء مجلس النواب الموقر، الحكومة الموقرة، رئاسة الجمهورية، طلب صغير قد كده: اللي يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية لازم ترفعوا عنه الجنسية المصرية، ما يعيش بجنسيتين. هو مع مين؟ أولا لما بيكون حامل جنسية أخرى زي الأمريكية بيعمل كل اللي هو عايزه هنا ومحدش بيقدر يكلمه. أصله أمريكاني، أصله ألماني، أصله تايواني، أصله من الهند والسند وبلاده تركب الأفيال. خدوا بالكم النقطة دي اللي غايبة عنكم. طبعا في ناس كتير في أعضاء مجلس الشعب في أعضاء مجلس النواب تحمل الجنسيتين. يا ناس يا هو يا بشر، اللي يحمل جنسية أخرى يبقى لا ينتمي للبلد دي وما بيحبهاش. بيحمل الجنسية التانية ليه؟ ناس كتير جدا شرفاء اتعرضت عليهم الجنسيات ببلاش وما رضيوش ياخدوها، قالوا نعتز بجنسياتنا المصرية. فده طلب صغير قوي، ادرسوه كده وشغلوه في دماغكم، لان الناس دي اساسا بتهرب الاثار وبتهرب الاسرار وبتهرب كل حاجه وما هوهمش مصريين. محدش يقول لي اصل اتولد هناك وخد الجنسيه غصب. لا، اللي مش عايز ياخد الجنسيه عمره ما هياخد جنسيه، وهيقعد في مصر يرفع جنسيته المصرية اللي هي أقوى جنسية في العالم وأحسن جنسية في العالم بلا افتخار. إحنا المصريين لازم تفتخر بنفسك إنك مصري. خدوا بالكم بقى من الكلام وبلوش تتعبونا وتقدموا مع الزمان. ما يبقاش كده شوية الغوغاء بيضحكوا عليكم، دول غوغاء وربنا غوغاء، بس عايزين اللي يشغل لهم مخهم، اللي عمالين يجيبونا شمال ويرقصونا ويجيبونا يمين. دول عالم هقول لكم ايه، بس عايزين اللي يشغل مخه معاهم. الدولارات دي اللي هي عمالين ينزلوا لك فيديوهات بالدولارات عشان يا سلام، ايه يا عم، دول بيلعبوا بيكوا الكوره يا بشر. اللي يحمل جنسيتين لازم تترفع عنه الجنسيه المصريه. ازاي بقى معرفش، اديني واللهم بلغت اللهم فاشهد. زي واحد صاحب دين راح بيتعامل مع ديانتين في نفس الوقت. خدوا بالكم الكلام ينفع، يبقى بيضحك على ده وبيضحك على ده. يا ناس ياهو افهموا. نهاركم جميل، نهاركم سعيد، وكلمتين ونص مع أشروفي.